السلام عليكم خالتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم في الفيديو الرابع من سلسلة تعريف كناري المهرج البرتغالي. بعد ما هدرنا على الألوان، المظهر العام، الطول، زاوية الوقوف، اليوم رايحين نحكيو على الرأس والأجنحة والذيل ونشوفوا التنقيط تاعهم في التحكيم. أولا نبداو بالرأس اللي التنقيط تاعو 10 نقاط. كما على بالكم المهرج البرتغالي ينقسم إلى صنفين: الصنف المقنبر والصنف الغير مقنبر. المقنبر القنبرة تاعو لازم تكون متمركزة في الوسط، مدورة ومنتظمة، تغطي كما نقولو كامل الرأس. أي نقص ولا اعوجاج راه ينقص من التنقيط تاعها. والغير مقنبر الرأس يدور متناسق، العينين يكونوا باينين، المنقار يكون متوسط مناسب مع الوجه. عندك الريش تاع الرأس كذلك يكون مرتب ولازم يزيد من جمالية الطائرة. ثانيا الأجنحة، التنقيط تاعها راه يكون 10 نقاط، لازم تكون ملتصقة بالجسم مليح، ما تكونش متقطعة ولا هابطة نازلة كما نقولوا. الطول تاعها لازم يكون متناسب مع الجسم، ويبرز توزيع الألوان. أي نقص كما نقولوا أي نقص في الوضعية ولا الطول زايد راح يكون نقص من النقاط. عندك ثالثا الذيل التنقيط تاعو راح يكون 5 نقاط، لازم يكون مغلق ماشي مفرق، متوسط الطول ومتناسق مع الجسم، في نفس الاستقامة مع الجسم، يعطي توازن للوقفة. الذيل اللي يكون مفرق ولا طويل بزاف راح ينقص ديريكت من التنقيط تاع الكلي. إذا الرأس 10 نقاط، الأجنحة 10 نقاط، والذيل 5 نقاط، يعني المجموع 25 نقطة. هو ربع التنقيط الكلي. هنا يبين باللي هذه العناصر جد مهمة، سواء كان الطائر مقنبر ولا غير مقنبر. إن شاء الله نكون فدناكم، والفيديو القادم رايحين نحكيو على الحيوية والحركة تاع الطائر في القفص اللي عندها قيمة كبيرة عندها قيمة كبيرة بزاف، كيفاش الطائر يفرض روحو قدام الجوج قدام الحاكم. ان شاء الله ما نكونش طولنا عليكم، وهذه كيما نقولوا السلام عليكم ورحمة الله.